السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتني جدا من اخر فيديو نزلته. اولا كده نصلي بينا على النبي في الكومنتات عشان كل اللي يقرأ الكومنت بتاعك تاخدي حسنات. ثانيا لو اول مرة تشرفيني اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة باذن الله هنعمل جيلي مع بعض يرطب على قلبنا في الحر اللي احنا فيه ده، وهنجهز الغدا مع بعض على السريع كده، مش هياخد معانا وقت خالص، بما اننا مش طايقين وقفة المطبخ ولا طايقين اي حد في الحر اللي احنا فيه ده. اتمنى تدعولي دعوة حلوة علشان انا يعني الحمد لله بلعب في الوقت الضايع. زي ما انتوا عارفين انا في اخر الحمل خالص، ف على وش ولادة. اتمنى تدعولي دعوة حلوة من قلبكم ان ربنا يسهل لي كده الامور ويهون الحبة اللي فاضلين دول واولد على خير. اول حاجة عملتها نزلت بالحلة فيها شوية مية وحطيت فيها بصلتين، فصين حبهان، حوالي 3 مسامير من القرنفل او حسب تسموها ايه، وفصين مستكة، ونزلت بالفلفل الاسود والتوابل بتاعتي، ونزلت بالموزة اللي كنت مطلعاها زي ما وريتها لكم كده في الاول. غطيت عليها وابتديت ان انا اعمل في الجيلي عشان احطه ان هو في التلاجة يتماسك ويبرد براحته عقبال ما الاكل يكون جاهز. انا معايا 5 اكياس من الجيلي، لكل كيس ليه مج ونص من المية السخنة. انا في الاول خالص اول ما ابتديت ان انا اعمل الجيلي في البيت كنت بحط كوبايه الا ربع ميه مغليه وكوبايه الا ربع ميه بارده. دلوقتي لما فهمت له وعرفته بقيت بعمله بالميه المغليه، بيخليه متماسك اكتر وطعمه احسن. تمام. فانا حطيت المعيار بتاع 4 اكياس ميه مغليه، وسبت معيار كيس واحد حطيته ميه من الحنفيه عادي. تمام. وحطيت له كوبايه شاي من كوبايه سكر، يعني اللي هي كوبايه الشاي، علشان احنا بنحب الحاجات دي تكون محليه شويه، لاني لو اعتمدت على اكياس الجيلي هتكون يعني دي للناس اللي هي ما بتحبش الحاجات المسكره. تمام. اللي انت ما تضيفيش عليه سكر، فاحنا بنحب الحاجه تكون مسكره زياده فبزود سكر. فضيت الجيلي في الاطباق، وما تاخدوش بالكم من الاطباق اللي انا فضيت فيها دي لان انا بقلب الاطباق في الاخر. جيت بقى للتسبيكه بتاعه المحشي، وجبت صينيه حطيت فيها شويه زيت محترمين كده. وانا بعمل في الصينيه ليه؟ عشان اوفر على نفسي واعمل الخلطه كلها في الاخر فيها بعد ما التسبيكه تتسبك وتخلص. فرمت شويه بصل حلوين كده، حوالي 4-5 بصلات لان البصل اللي عندي صغير شويه، وعملت معاه قرن فلفل حامي احمر، وعملت معاه فصين توم. عايزه اقول لكم التركايه دي حلوه قوي وبتفرق قوي في طعم التسبيكه بتاعه المحشي. وما تيجوا تفرموا بصل او تقطعوا بصل ما تخلوهوش مفروم قوي. ونفس النظام لما تيجوا تعملوا التخديع او تقلوا البصله ما تخليهاش تاخد لون، لان طعم التسبيكه الصح ان البصله تكون باينه في التسبيكه. حطيت لها برضو فص مستكه كده بيديها ريحه وطعم في حته تانية خالص. نزلت بمعلقه كبيره من الفلفل الاسود على الملح، الخلطه اللي انا بعملها على طول. لو حابين تعرفوها او تعرفوا طريقتها اكتبولي في الكومنتات وانا ابقى اقول لكم الطريقه ايه. زي ما انتم شايفين كده انا حاطه التسبيك على العين الكبيره، ونقلت اللحمه على العين الصغيره عقبال ما اخلص بقيه الاكل هتكون استوت. هنا خلطة المحشي كنت غسلت الرز وقطعت الخضرة، مرضيتش اصور معاكم علشان الفيديو ما يطولش عليكم. كنت شلت شوية صلصة على جنب، كنت مفكرة ان انا الصلصة هتبقى كتير وكده، بس رجعت حطيتهم تاني لما لقيت اللون بتاعها فاتح شوية. طبعا انا كنت بقية التوابل، اللهم صل على سيدنا محمد، بقيت التوابل ما حطيتهاش على التسبيكه في الاول علشان خاطر بتمرر. اول ما التسبيكه تخلص وتطفي عليها بتضيفي بقى الكمون وال7 بهارات وبقيه التوابل التانية، هو الفلفل الاسود بس والملح اللي ضفته من اول التسبيكه عشان بيديني لون حلو ليها وبيخلي ريحتها حلوه وهي بتتسبك. ضفت شويه ملح صغيرين علشان كانت محتاجه معايا شويه ملح. وكمان تركايه حلوه قوي هتفرق معاكي في طعم الخلطه بتاعه المحشي، ان انتي تفركي ما بين ايديكي كده عودين من النعناع الناشف او كذا ورقه كده منهم، بتديها طعم خطير يا بنات. انا بحب قوي نكهه النعناع الناشف في الاكل.
تديله طعم حلو كده ومميز، بتبقى اكلتك مميزة كده. ابدأ ان انا اقلب الرز كويس علشان هحشي المحشي. انا كنت قورت الكوسة والبتنجان لوحدي لان ما كنتش قادرة اقف على رجلي اصلا. يعني انا يعني الحمد لله من ساعة من اول الحمل ما بقدرش اقف على رجلي، فانا اصلا مهملة فيهم يعني بالنسبة للاكل والولاد وكده. بس الحمد لله، ادعولي دعوة حلوة من قلبكم كده، ربنا يسهل لي الامور والحبة اللي فاضلين دول. هنا المحشي اللي قورته، وانا يا جماعة بحب المحشي يكون كبير شوية يعني عشان محدش يعيب عليا، سواء كوسة او بتنجان او فلفل. مش عارفة، ما بحس ان انا ما بستطعمش بيه لما يكون كبير. واحنا بنات كنا بنعمله الصغنون خالص، بس لما اتجوزت بقى ودقته عند اهل جوزي وكده كان بيعملوه كبير، فعجبني الصراحة من ساعتها. وانا بعمله ليا في بيتي انا نفسي بعمله كبير زي كده. لو عندي ضيوف او مثلا جاي له ضيوف او كده بعمل صغير، انما بدام لنفسي بعمله كبير. بالنسبة للحلة ان هي اصلا يعني شفتوها عايزة تدعك وكده، فزي ما انتوا عارفين انا ايدي تعباني عاملة فيها عملية، فما بقدرش ان انا احمل عليها، فاعذروني على شكل الحلة. حطيت المحشي على العين الكبيرة علشان يستوي بسرعة، وابتديت انزل بالشوربة عليه. والشوربة كنت طبعا حطلها الملح بعد ما اللحمة خلاص استوت وظبطت الدنيا بتاعتها، وهحط بقى ايه اغطي عليها واسيبها تستوي. بالنسبه للتقوير بتاع الكوسه انا ما برموش يا جماعه، انا بحط شويه في قاع الحله من تحت بشويه الخضار اللي هي العيدان بتاعه الخضار اللي بتتقطع دي برضو ما برميهاش، بحطها في قاع الحله عشان لا قدر الله لو نسيت المحشي او حاجه ما يتلسعش مننا. الطبقه دي بتاخد اللسعه بتاعه قاع الحله من تحت. تاني حاجة فضل برضو، انا كنت عشان عاملة كوسة كتير فضل شوية من تقوير الكوسة وفضل شوية من الرز، ولعت عليهم في حلة صغننة كده علشان عندي ابني بيحب الرز بتاع المحشي لوحده. هنا الاكل بعد ما خلص غرفت بقى الاكل، على فكرة كان جميل جدا. وبعد ما اتغدينا الحمد لله حطينا الجيلي، والجيلي كان جميل برضو. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى ما تنسونيش في دعائكم تدعوا لي دعوة حلوة كده ان ربنا يقومني بالسلامة ويهونها عليا شوية اللي فاضلين دول. بصوا بقى بعد ما بعد ما اتغدينا وطلعت الجيلي، انا كنت حطيته في الفريزر علشان يتماسك معايا بسرعة. مسافة ما الغدا اتعمل واتغدينا كان متماسك وجميل زي ما انتوا شايفين كده. بالنسبة ان انا قلبته، عاوزة تقلبيه اول ما يطلع بتجيبي مية دافية وبتحطي فيها القالب او الطبق على حسب، واول ما تحركي الطبق كده وهو في ايدك وتلاقيه بيتحرك من الطبق معاكي بتقلبيه.